ووصفة لريحة الفم، مش هيطلع من فمك غير الريحة الطيبة أو من فمك. اسمع الفيديو ده كويس، احنا بنعمل الفيديوهات دي عشان تدعونا، لا بناخدوا أجر من التيك توك ولا من الفيس ولا بناخدوا أجر منيكم، أجرنا من الله سبحانه وتعالى. بنقولوا الحاجة اللي تفيد الناس. هنجيبوا لتر مية، لتر مية، وهنحطوا عليها 10 حبات قرنفل. عارفين اللي قرنفل المسمار؟ 10 حبات في لتر المية. وهنجيبوا عودين قرفة، مش مطحون، لا حي، هيجي عودين. عند العطار تقول له عاوز عودين اللي مش مطحون. وهنضيفوهم اللتر المية، وربع معلقة ملح. وهنجيبوا معلقة أو نص معلقة نعناع بلدي، النعناع البلدي مطحونين، بس هنغليهم على المية على كوب. يعني هنجيبوا قدر ولا نجيبوا البراد بتاع الشاي ونحطوا معلقة ونغليهم. هنصفوا منهم كوب، هنحطوه على اللتر، نصفوه ونحطوه على اللتر، ونرجهم كويس ونحطوهم عندنا. نعملوهم بالليل، الصبح نتمضمضوا. على قد ما تقعد اسبوع 15 يوم، كل يوم تتمضمض مرة واحدة بس. مش هشم من بقك غير الريحة الطيبة، مش هشم من بقك غير الريحة الطيبة. الريحة الكريهة هتمشي، كان الريحة من اسنان المهم ما حدش هيشم مني غير الريحة الطيبة. دعواتكم لينا، وابعت الفيديو لغيركم، خلي غيركم يستفاد. وما تنسوش الصلاة على خير البشر محمد بن عبد الله اللي أخرجنا من الظلمات إلى النور.